اهي دي بقى كانت اصعب خطوة عملتها، ودي كانت الحلقة التانية من رحلة بسيطة بدأتها معاكم علشان املى الجاب اللي في السوق ما بين المصمم والكلاينت اللي عايز مش براند كبير، يا دوبك عايز شكل لوجو بشكل جميل وسعر حلو. فتعالوا نكمل الرحلة دي دلوقتي. اول حاجة عملتها اني طبعا عملت قهوة، لان الخطوات اللي هعملها النهاردة الناس ممكن تاخد فيها شهور مع شركات عشان تخلص. اول حاجة بديت ببراندنج اللوجو بتاعي، يعني محتاج شوية تظبيط، مش لوجو جديد، يعني هو نفس اللوجو بس عليه لمسة AI عشان افرق ما بين البرودكت والسيرفيس الاساسيه اللي بعملها. فزودت كده زي ماجيك سبارك بسيط كده بدل الدايره اللي كانت موجوده، وابتديت اشتغل باللوجو ده وبس. كده بدات اني اركز اني اخلص اليوزر فلو. وانت بتعمل اي ويب سايت لازم تبدا بحاجه اسمها يوزر فلو، ان ازاي الكلاينت هيشوفك على الموقع وهيتعامل ازاي وهيشوف ايه الاول وبعد كده هيشوف ايه، وهكذا لحد ما يوصل ان هو هيدفع للخدمه اللي انت هتقدمها ازاي. وبعد كده عملت واير فريم سريع. واير فريم يعني سكتش بسيط كده للي هيحصل في الويب سايت او شكل الفورم بتاع الويب سايت هيبقى عامل ازاي. وبدات طبعا في احلى حاجه بالنسبه لي وهي UI، اني اصمم الويب سايت نفسه من على برنامج فيجما، ودي طبعا افضل فقره في الموضوع يعني. وبعد ما خلصت قلت لا، لازم بقى ابدا احرك شويه من الاليمنتس اللي انا عاملها في الويب سايت. الاول بدات اعمل ستوري بورد على فيجما بسيطه عشان خاطر اعرف احرك ازاي، وبعد ما خلصتها نقلتها على ويب سايت اسمه جيتر. وجيتر دوت برنس في التحريك جامد جدا، وكمان بيطلع فايلات اسمها جيسون اللي هي بتنفع مع الويب وبتبقى خفيفه جدا مساحتها، والتحريك بتاعها بيبقى هاي ديفينيشن لطيف جدا، وانصحك انك تجربه. وقررت احول بقى ده لفرامر، لان فرامر هو الوحيد اللي اقدر اخد من فيجما عليه على طول من غير اي كود. بس بصراحه لقيته غالي شويه ومش مستاهله، ده هي لاندنج بيج بسيطه، فغيرت رايي وقررت اني هشتغله بورد بريس. هو ارخص، وكمان هقدر بعد كده اعمل حاجه اسمها بيمنت جيت اواي، ان هو هخلي اي حد يقدر يدفع من جوه مصر بسهوله من غير اي مشكله. التحدي الحقيقي ان انا اعمل كل ده لوحدي ومن غير ما حد ما يساعدني، وكل ده من اني بدور وبدعبس كده هنا وهنا عشان خاطر اتعلم. فيا ترى اللي انا بعمله ده هينجح ولا لا، وهيساعد فعلا الناس، ولا انا بعمل اي حاجه انا مش عارف. Welcome to AI.Biraz. Every brand begins with scattered pieces. But what if all that could pass through one smart, fast, curated process? In 3 days, you will get a custom logo, color palette, typography, and a brand guideline. Made with AI designed by a designer. الله اعلم، انا بحاول ادرس الموضوع صح من الاول وبعمل كل خطوه وبديها حقها. فاستنوني الحلقه الجايه عشان اكمل لكم عملت ايه وايه الاوتوميشنز اللي هتحصل عشان خاطر الموضوع يبقى سلس وبسيط. سلام.